فطيرة الموز دي من الفطاير الجميلة جدا، وسهلة جدا وسريعة جدا. من أحلى الفطاير اللي ممكن تعمليها، حلوة وخفيفة وسريعة متاخدش وقت. يلا بينا ندخل على المكونات. هنجيب معانا معلقة زبدة أو سمنة الموجود يعني. هنجيب طاسة، تكون طاسة غير لاصقة أي نوع، وأمسكها. هتمسكيها تتينها كلها بالزبدة أو بالسمنة كويس جدا جدا جدا. كل الحروف وكل القلب كله لازما يبقى واخد زبدة كتير أو سمنة كتير، زي ما انت شايفة كده. تتينها كويس قوي، والحواف والقعر كويس جدا، وتتأكدي قوي يعني لأنها خطوة مهمة قوي. دهنا الصينية كويس. هنجيب معلقة سكر ونرشها في الصينية كويس برضو في كل الجناب وكل الجهات. ترش السكر في كل الطاسة زي ما انت شايفة. هجيب معايا 3 موزات حلوين كده مقطقطين، واقطعهم. هقشرهم كويس وامسكهم بقى اقطعهم بالسكينة زي ما انت شايفة. وصفة سهلة وبسيطة قوي، ممكن تعمليها وانت قاعدة كده في السهرة، او لولادك كده. مغذية جميلة قوي مع كوباية شاي، مع كوباية نسكافيه، حلوة جدا. وحاولي وانت بتقطعي تخلي القطع كلها قد بعضها. خلاص كده احنا خلصنا تقطيع الموز بتاعنا. هنجيب الصينية بتاعتنا اللي احنا دهناها بالزبدة ورشينا فيها السكر، وابدأ ارص الموز بتاعي جنب بعضه. ما سيبش فراغ ما بين الموز وبعضه بدايرة الصينية بتاعتك زي ما انت شايفة كده. انا خلصت الرصة بتاعتي بالمنظر اللي انت شايفاه ده كده. خلاص تمام. هبدأ ادخل على الخطوة اللي بعدها. هجيب بيضة بدرجة حرارة الغرفة، وهضيف لها 2 باكت فانيليا. لازم انا انفضها طبعا، انزل منها اخر ندعة، ده حاجة مهمة. هحط 4 معالق سكر ورشة ملح سيكة كده صغننة، وهضربهم كويس قوي. اخلطهم كويس قوي لحد لونهم ما يفتح معايا والسكر يدوب مع البيض. زي ما انت شايفة كده. كده خلاص. 4 معالق زيت. 4 معالق زيت، وهضيفهم بقى للسكر والبيض، واضربهم برضو كويس جدا مع بعض. وصفة جميلة جدا وخفيفة جدا وسهلة جدا جدا، ومش هتاخد منك تكاليف يعني. كوب الا ربع لبن، وهخلط كويس برضو. كل ده هنعمله على البارد. انا خلطت كل المكونات بتاعتي كويس جدا. دي كوباية دقيق، وهخلط كويس جدا.
منع اي تكتلات في الخليط بتاعي. دي معلقة كاكاو كبيرة. طيب انت عايزه باين. وهخلط كله كويس اوي الى ان اوصل للقوام اللي انا محتاجاه، اللي هو زي قوام الكيكة، اللي هو بيبقى لا ماسك قوي ولا خفيف قوي، بيبقى متجانس كده. دي برضو كان باقي كوباية بتاعت الدقيق، ما ضفتوش كله، بدأت اضيف حاجة حاجة. خلاص كده ده القوام اللي انا محتاجاه وكده تمام قوي. انا هجيب الصينية بتاعتي بقى اللي فيها الموز واصب عليها الخليط بتاعي زي ما انت شايفة كده، وهبدأ اغطي كل سطح الموز. مش عاوزة موز باين خالص، ولازم الخليط يغطي كل احرف الموز من الجناب ومن كل حاجة، لازم اغطيه كله. تمام كده، تمام كده. وابدأ اساوي الخليط بتاعي عشان كله يبقى متساوي، مفيش حتة تخينة وحتة رفيعة، لان الحاجات دي كلها بتفرق في السوا، لان لو حتة خفيفة بتتحرق، حتة تخينة بتبقى تخينة ومش ما استوتش. فانتي حاولي تساوي كل الخليط قد بعضه كده. انا حطيته على نار هادية على البوتاجاز من فوق، وهغطيها بقى. هتقعد معاك على النار من 25 لنص دقيقة ل30 دقيقة على النار. اول ما تبدأي تجسيها بخلة السنان كده وتبدأيها طالعة نضيفة معاكي، هي كده تمام وجاهزة للتقديم. بالهنا والشفا. حلوة جميلة جدا فطيرة الموز دي، بالهنا والشفا، مع السلامة، باي.